ده عبادر ماشي في أي حاجة شمال وأي مصلحة راكب عليها، ماشي بمبدأ يا نودع الفقر يا نودع الشمس. وده حسن بقى بتاع حوارات ومشاكل وياما هنا وياما هناك، وماشي بمقولة عيش سنك قبل ما القطر يفوتك. وده عزوز العاقل اللي فيهم، اللي دايما بيطلعهم من مشاكلهم وحواراتهم وبيحط نفسه في مشاكل وحوارات علشان خاطرهم. فين حته؟ اه انا هنا في الارض الواسعه مستنيك والله وكده. خلاص ماشي يابا، داخل عليك اهو. مصلحة كده عايزين نقضيها مع بعض. مصلحة ايه؟ مصلحة كده في مزرعة عايزين نقلبها، بس فيها ليها شرط عندي. ايه الشرط يا صاحبي؟ بالنص. لا يا باشا مفيش الكلام ده. خلاص يا باشا اروح ابلغ عنك واسلمك. يا عم بس تعالى، بس هتسلم بيه. ايه اسلمك يا باشا. طب انت عايز ايه يعني اللي يقدر معاك؟ بالنص زي ما اتفقت معاك بالنص. ما عنديش اي مشكلة. ماشي هنتفق نروح امتى بقى؟ نتفق شوف زي ما انت، انا معاك في اي وقت. خليها بكره. عادي عايز تخليها النهارده بالليل مفيش مشكله برضه. لا بكره نقضي المصلحه ده، هرن عليك. خلاص مفيش مشكله. ماشي بس بالنص زي ما اتفقنا. خلصان. المزرعه دي يا صاحبي انت ما تخافش مني، انا مأمن كل حاجه ومروق كل حاجه. عشان ما نتمسكش ويتعمل لنا لا المزرعه دي يا صاحبي في حته حيه مثلا، بس في مزرعه جنبها. انت هتطلع هناك في الحته الواسعه قدام، هتضير وتستناني اخلص المصلحه واحطها في المكنه ونطلع. تمام مفيش مشكله، بس ده امان. امان ومفيش كاميرات. تمام مفيش اي مانع عندي، انا معاك. خلصانه ولا ايه الدنيا؟ تمام يا عم مفيش مشكله. امال الرجاله فين صار ما لهوش النهارده؟ زمان جايين لسه مكلمين من شويه. المهم هم احنا قاعدين كده في السريع ماشي في بيتك بقى. تفاهم عند عزوز اهو في الاستديو. ما تتأخرش بقى. ماشي. ايه يا لسه مش شغال. جاي لهم لسه قافل معاهم هنا. ايه الدنيا عملت ايه في الحوار بتاعك؟ عايزينكم النهارده عزومه موت. يلا بينا. ايه فاكر كيسك ولا ايه؟ منين؟ انا بشوف بس الدنيا ترسى عليا بس كده انا بفهمك على الدنيا. دنيا ايه؟ دنيا ايه بس انا وانا في مرتاحة. ايه الدنيا الفلوس دي جايه منين؟ متقلقش يا عزوز، انت اخر برسيك، بس لما ارسيك الكلام ده ما يطلعش بره. لا يا ابو ياسين، عايز افهم برضه عشان عايز افهم بس اللي في دماغك. شوف الدنيا رايحة فين وجاية. في مزارع كده متفق فيها والالماني، هنشوف الدنيا فيها كده وكل اعتراض. مزرعة. طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الكلام اللي انا اقوله ما تزعلش مني فيه. اول حاجة يا اسطى السكة دي هتبقى عشان انت كده عارف حاجة مش محتاج تروح على الفرق. تاني حاجة صاحب المزرعة اللي انت رايحها ديت، وليكن مثلا انت متعرفش اللي فيه، متعرفش اصحابها مين، دنيتهم ايه، ظروفهم ايه. انت بتقول رايح مزرعة تقلبها، طب انت شايف نفسك ازاي يعني بعد كده؟ شايف ان دي رجولة منك؟ وبعدين ولا الألماني دول مش قايل لك مفيش معاه تاني يا اسطى مالك يعني؟ متقلقش يابا، انا مظبط الدنيا ومروق الدنيا، ولا في كاميرات ولا في اي حاجه. وبعدين انت ليك اكل ولا لوحدك؟ ليه أكل ولا مخدة؟ تصدق إنك عايل إيه أصلا؟ وتقول لي مفيش كاميرات ومفيش. طب ما في ربنا كمان، ولا أنت لازم حاجة زي دي؟ متعرفش إن أنت بتعمله كله معروضك؟ مش هتكلم معاك كتير. ماشي يا اسطى، قفل بس انت على الموضوع ده دلوقتي وما تجيبش سيره لحد. إيه ما تنساش إن أنت بتقول ده. مش هقول لهم إن أنت تعال لسه ملوش ولا إيه يا صاحبي؟ هترن عليهم انت كده، شوفوا انا رنيت مره. رجالة عامل إيه يابا؟ يا عم إيه من ليبيا؟ أهو. الدنيا كله تمام الحمد لله. ايه ده ولا ايه؟ يا عم جاي منين يا عم؟ عمال ارن عليك 100 مره. يا عم ده انا عم اتشطفت ولبست بس وجاي. خلصان عشان عايزك في موضوع. المهم انا اعمل شويه شاي ايه وانتوا شوفوا الدنيا رايحه فين وجايه منين. بس عباد الشكايه بتاعتنا قلت لك اول مره تمام. هسيبكم مع بعضكم ولا بس ايه الحوار اللي هو بيقول عليه ده؟ في مصلحه كده عايز اقضيها بالليل. طب قول ونقضي معاه. المزرعه عايزه تدخل عليك، بس هرن عليك قبل ما اروح. حصل اي حاجه اديك رن تكون انت على السكه على طول. ماشي معاه. هتقضي ولا تنخ؟ لا هضربه معاك كده.
تقلقش. خلصان. خلصانة أهو. انا غريب، اوعى تجيب سيره قدام على الزوج. لا ما تقلقش. خلصان. كلام ما بيني وما بينك. هو لسه بيتكلم معاه في الموضوع ده وقال لي الموضوع ومش عارف ايه، فانا ايه قلت له يا عم سيبها على الله. خلاص ماشي يا حسن. هنبدأ في الموضوع. ما تجيبش سيره. مش هجيب سيرة وهنبدأ في الموضوع. خلصان. خلصانة ده. اخواتي الدنيا علقت على الشاي والدنيا تمام، ما تقلقش. المهم مع بدر وعشان جبت له سلاح انت بتقول كده عارف دماغي. عيب عليك، مفيش حاجه بتتدرى يا صاحبي. فين عبد الله ويوسف؟ مش عارف. عبد الله قال لي مش عارف رايح فين، ويوسف برن على وجهه. عبد الله في الشغل في الدروس السنتر دي. اتلموا كلنا بالليل ان شاء الله. تمام. بص يا اسطى، فكك من الحوار، والحوار ده عندنا انا خلاص ايه. هو ما تنصحني انا يا صاحبي؟ ده صاحبك مولعها برضه. ليه الحوار صح حسن اللي انت بتتكلم فيه ده؟ بتحسيني يا عم اخواتك برضه. يا عم ده مفيش بس أي حاجة، ده واحد بس كان عايز يكلم بنته وأنا بس خلص له الحوار وكانوا بيكلموا بعض بس. جدع انت واصل بقى. طب اسمع صاحبي، كلمتين هقولهم لك زي اللي قلتهم له بالظبط. السكه الوحشه اخرتها سكه وحشه، معروفه يعني، مفيش جديد. فاهم ازاي؟ تاني حاجه يا صاحبي، دلوقتي بتقول هتجيب له واحده يكلمها، ماشي؟ يعني انت هتشاركه في الذنب اللي هو يعمله. افترضنا ان هم كلموا بعض ودخلوا في حوارات واتقابلوا وحصل بينهم مشاكل زي ما انت فاهم. عارف كل اللي هيحصل بينهم انت شايل ذنب. فاهم؟ انا زي الشاي. شوف كلام قال حل من دين عليك كلها خير، مش لازم نقعد حاجه. والله خساره فيكم، بس يلا زي بعضه. ايوه يا باشا، عشان ده بنتعب وبنشقى. ايوه طبعا زاد. احنا تنيك مش النقاد المحترم ده يا عم، ما تعيش شبابك يا عم كده وكلم بناته ده وهيديني. الشباب يا انت عارف يا حسن، لو الدنيا دي مثلا انت عايش لوحدك، مفيش ليك كتاب مثلا بتسجل في اي حاجه انت بتعملها، يعني الدنيا سهله، كل واحد عمل اللي هو عايزه، وكله راح مثلا زانى وسرق وقتل وعمل كل اللي نفسه فيه. بس المشكله ان انت اي غلطه بتعملها بتتسجلها في الكتاب بتاعك، حتى انت لو عدى وقت ونسيت اصلا الغلطه اللي انت عملتها ديت مكتوبه لك ومتسجله برضه. فاهم ازاي؟ ما علينا يا عم، انا هعديها لك، بس هعديها لك كلمتين دول مش هكتر معاك. خليك انت عزوز، انت نصايح فين؟ لازم انت لو ما عملتش كده هتتنيك قاعد ولا تعرف تاكل ولا تعرف تشرب. ماشي؟ اطلع زينا ونتعامل عادي. يا عم غير الموضوع عشان الموضوع ايديا بصراحه ما عرفتش. المهم يعني عزوز فكك يا اسطى من اللي انت بتتكلم فيه ده. احنا ولا هنروح ولا هنيجي ولا هنقلب ولا هنعمل اي حاجه، احنا هنعيش يا باشا زي ما احنا. غير يا عم الموضوع يا عم، لما ما سمعتش عن الواد اللي عمل حادثه امبارح على الطريق وهو بيسابق. الواد ده تشوف منظره حتت. ليه بقى؟ ما هو كل عيل ينجح في الامتحان ابوه يقول له ولد عمل لك هديه، بدل يروح يجيب له حاجه ياكلها حاجه يشربها، لا يروح يشتري له مكنه. وبعد ما بيعمل الحادثه موجود قدامه يقول لك يا ريتني ويا ريت اللي جرى مكانه. وانت ايه رايك في الموضوع ده يا عزوز؟ والله ماليش رأي فيه بصراحة، لأن هي كده كده معروفة. يعني أنت دلوقتي خدت مكنة وطلعت سابقت بيه، سابقت هنا السباق. أنت عارف إن أنت بنسبة 99% إن أنت طالع على طريق بتسابق قدام مكنتين تلاتة وجايب آخر المكنة، وعارف بنسبة 99% إن أنت وما تعرفش إن وراك أب وأم وأخوات وعيلة هيزعلوا عليك، وفرقك هيزعلك. وبعد كده وليكن مثلا بعد الشر حصل لك حاجة أو أموت أو قعدت في البيت أسبوعين ثلاثة ومش عارف إيه، وقت ما تيجي تموت يقول لك ده عريس الجنة. أنت ميت مع منتحر أصلا زي المنتحر بالظبط. فاهم؟ فماليش رأي بصراحة في الموضوع، ما تكبرش كتير على المواضيع دي. يا عم والله هتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ ما الاهالي بتزعل، بس يلا ربنا يهدي كل من جاء. والله عندكم حق انتوا الاثنين يا عزوز انت وعباد، ربنا يهديه يا رب. الله ربنا يستر علينا جميعا. تسلم ايدك عشان عزوز. تسلم ايدك يا عزيز على الشاي. نشربه من فرحك يا باشا، نطلع الكوبري بس كده ايه، ناخد جوله وبعدين نبقى نيجي. اه تعالى ما بقتش شويه على عبوري انا شبه المجنون. يلا.
يلا نخرج، مع اني عارف انتوا هتطبعوا الكوبري دي عشان تعكسوا بنات والحوارات بتاعتكوا دي، بس سهله يعني. نطلع نشوف الدنيا يعني، مجاش في جبل يعني. اروح كيف بقى؟ الله سكتني. يلا يا عم. انت تاني من الاول يا عم. يلا يا باشا. مش المكان ده الجناب. خلصان. الو. ادي يا عبد القادر عزوز ده يقعد يعمل لي فيها نفس الشريف وما اعرفش ايه، ويقعد يقول لك بتبص يا باشا انا هطلع على الكوبري يا باشا بدماغي، اللي هشوفه هعمله. لقيت مصلحه ضيعه فكك من عزوز. يا عم ما يقعد يقول لك ما تبصش في البيت. واحنا لازم يعني نروح نعرف عزوز ان احنا رايحين نعمل مصلحه. احنا هنطلع يا باشا نتعامل بطريقتنا. خلاص يابا تمام. يا عم القعدة عد الذنوب بقى اللي هنشيلها، مش عارف ايه عاجبكم في القعدة دي بصراحة. خلاص راكب العربيه دي يا عبد القادر. ده مكنه. طب احترموني يا جدعان. عايزك يا عزوز اخد الدوري بس 5 دقايق من الكلمتين اللي هو جايين. لحق بس. بقول لك مش ميكروباص يعدي زي اللي كانت راكبه فيه دلوقتي. الجدع ده كان راكب في فرس. هو عزوز يا اسطى قاعد عيب عليك. عايزك انت تروح حته وانا حته كده ونتعامل. ايه خليك عادي وامشي على الهادي. زعلانه مني ليه؟ ده انا بجيب 500 جنيه. لا ده كلام. جايب معاه ولاده وختانه. بس دلوقتي خد تعال خد عباس خد تعال. لسه بقى خلاص. خلاص عايز يا عم جايب معاه ولاد اختي. ده ان انتوا قاعد عاوزين يعني جايبين يعني راجل صغير معدي في الشارع وبتسيب. انتوا واحد قدكم يا اخي. يا عم نصيبه كده. مفيش حاجه اسمها نصيبه. بعد انت ما تلومنيش، هو ثبته ولا يا حبيبي مفيش حاجه اسمها نصيبه ومش نصيبه. يرضى حد يعمل كده في اخوه الصغير؟ العيال يا ابني انت حمار انت هو. عزوز انت مسوق عمال تدينا في نصايح. ايوه يعني انت عايز اللي انت بتعمله ده صح يعني ولا انت شايفه صح؟ عزوز انت قاعد مننا مصلحه محفوظه. ده اللي يهمك، ده اللي يهمك المصلحه. يلا يا عم. يا عم يا حرقتكم معرفتكم. عزوز. عزوز. ايه؟ ايه يا اسطى؟ يا اخويا انا بقول لك اهو. كلم يا ابني عبد الله. اقعد معاه لحد ما اجيلك. والله راوت وجاي. ايه يا ابني هو بيعمل ايه جوه كده؟ هو بيلبس وكده. يا ولد يا ابني سيبكم ما ماشي. ايه الدنيا؟ شفت اللي حصل النهارده؟ صحابك يا باشا عملوا مشكلة معايا صغير ومسكت فيهم بالحوار. ما كلمهمش دلوقتي. ليه؟ ايه الحوار؟ يا عم قعدنا على الكوبري، كنا قاعدين هنا وكل حاجة تمام ومش عارف ايه، وكنا قاعدين بنتكلم وبنشرب الشاي والدنيا تمام. فجأة قال لك تعالى نطلع على الكوبري شوية بدل قعدة في البيت دي ومش عارف. قلت لهم يا جدعان بلاش قعدة الكوبري، بتشيلنا ذنوب وكلها ناس رايحة جاية وكلام ونميمة. بس مش الكلام قال لي بس تعالى نخش شاي هنطلع نص ساعة كده ومش عارف ايه ونرجع تاني. فخدنا بعضنا ايه وطلعنا. يا دوب أول ما وصلنا هناك قعدنا على الكوبري والدنيا ديت.
قاموا جايين صحابك ايه، كل واحد دخل له زاوية، تمام، واحد على اليمين واحد على الشمال، وعمالين يعكسوا في اللي رايح واللي جاي، ويزاولوا في اللي رايح واللي جاي، واللي يسرق لك محفظة واللي يسرق لك. يا عم وانا قاعد مع حرامية، ايه يا عم الشغلة دي؟ ست فيهم بقى كانوا ماسكين في عيل صغير بيثبتوه، واحد ماسكه يضربه والتاني قام جاي واخد منه المحفظة وايه، وعامل كأنه بيتكلم في التليفون وماشي. مسكت انا في قلت له خد تعالى اصل المحفظة بتاع الراجل، واديتها ايه للراجل، تمام. المهم سلكت الواد من ايديهم وجينا قعدنا بنشوف الدنيا بنحل بفهمهم الصح من الغلط وان ده غلط. يقول لي انت عملت تقعد تنصح فينا وعملنا شيخ ومش شيخ ويزقوا فيا وقاموا جايين سايبيني وماشيين. قلت لهم في 60,000 ده يا عم يا بتقف على حد. وخدوا بعضهم ومشي. طب ايه ده يعني ده يا عم ولا الحال من دي كلها عيال بنت. بس يلا انا هقول لك ايه، هنعمل عليها زيهم. انا هجيبهم ونتوضى كل حاجه ان شاء الله. لا شوف انا كده ما بزعلش من حد، انت فاهم عقبال. يا دولي يا باشا. يلا على مصلحتنا بتاع امبارح. مصلحة ايه؟ يا عم مش وقفت امبارح اتكلم معاك في نفس المكان هنا قلت لك بس هنطلع صلي بينا على النبي على الصلاه على والسلام. اتفاقنا زي ما اتفقنا. يا عم عيب عليك وانا هقل منك ولا اجلك؟ تمام يلا يا بركة. يلا. المزرعة اللي جاية على ايدك الشمال هناك دي فاهم واسعة. انت بص واقف قدام المزرعة ومالكش دعوة بس، ولا تعمل صوت ولا تعمل أي حاجة. تمام أمان يعني؟ أمان مالكش دعوة. بس على طول ولا أي حاجة. على طول عشان الدنيا نبش هنا باين عليها وتتلب جوه الموضوع سهل وبسيط اهو. تمام يا باشا. انت كنت مقلق يا باشا، ولا من شاف ولا من درع ولا حد قطع علينا خالص. تمام يا باشا. طب احنا رايحين فين دلوقتي؟ هنطلع الطريق ده او داخله شمال، هنطلع من الماسوره التقنيه. شمال من بعد الكوبري؟ لا قبل الكوبري الماسوره التقنيه. تمام يا باشا. بص احنا رايحين فين دلوقتي؟ فاضل قد ايه؟ يا عم انت قال لي ايه؟ يا عم فاضل لك خطوتين. هي ضلمه يعني وانت راكبنا فين كده؟ وانت عامل خير في انت فاكر ناس عبره مركبه معاك. اطلع يا عم. احنا دينا وصلنا يا باشا. فين بقى الدنيا اللي انت كنت متفق معاها في ايه؟ دنيا. اه بص يا صاحبي انا اقول لك كلمتين. اللي انا حكيته معاك امبارح دي انساه. ازاي يعني؟ انت امبارح رميت لي كلمه ومأثره في قلبي لحد النهارده، بتقول لي هروح اسلمك. يعني دي مش كان اتفاقنا؟ هقول لك على حاجه، اتفاقنا دي مال هنا ولا حد هيسمعنا ولا حد هيحس بينا. انت تعرف احنا هنا فين؟ فين يا باشا؟ عند الماسوره التخينه يابا. يعني بص كل اللي عندك اعمله عادي، عايز تعمل اي حاجه اعملها، يبقى ولا مصلحه ولا مكنه يا صاحبي. طب ازاي يعني انت بتهددني يعني باللي انت ماسكها لي في ايدك دي يعني ولا قرب بس كده ايدك من على المكنه. ايدي بعد لو قربت لا تحت يابا. المكنه انا هشوفك ايدك بس يا هلا. يا عم تعالى بس كده. انت بتعمله ايه يابا؟ ما ينفعش يا ابن الحرام وربنا ما يحلك. والله انا كنت الشغل النهارده اللي هو خلصت ونص ساعه كده اللي ربنا بتكلم، يعينك. وبعدين عايز ايه؟ الو. عزوز ينفع اللي صاحبك بيعمله معايا ده؟ ايه ده بس يا حبيبي، ايه بس فاهمني ايه اللي حصل؟ غفلنا عند الماسوره التخينه وخد التوك توك وخلع. انا ذنبي يعني دلوقتي بقى؟ انا كنت متفق معاه على حوار ودلوقتي هو غفلني ورفع عليا سلاح وخد التوك توك وخلع. خد منك التوك توك ورفع عليك سلاح؟ والله زي ما بقول لك كده. ازاي يا اسطى الكلام ده؟ هو الكلام اللي انت بتقوله ده على عبادر صح؟ هو عبد القادر صاحبك اه. طب ايه ده حبيبي بس فاهمني ايه الحوار اللي انتوا كنتوا متفقين عليه ده؟ فاهمني برضه عشان اقدر افيدك بس. كان متفق معايا على مصلحه
نروح نقلب مزرعه وغدر بيا وخد التوك توك وجري. انا اعمل ايه انا دلوقتي بقى يا عزوز؟ خلاص سيبنا الحوار ده، ما تقلقش ان شاء الله خير يعني. خير يا حبيبي. خلاص تمام ماشي، اعتمدت عليك يا صاحبي. شفت يا عم اللي كنت بتقول لي لسه عليهم حالا هجيبهم ونتصالح ونتراضى؟ شايف يا اسطى؟ بهدى هنا بس نشوف حل الموضوع ده. ايوه يعني ايه العمل دلوقتي؟ رن على ابن العبيطه ده نشوف ايه دنيته، مع اني ما بكلموش، بس انا وعدت الراجل ان انا ارجع له حاجته. تمام؟ بره عنك انت الموضوع ده. الو. ايه يابا؟ عزوز، ايه اللي الالماني بيقوله ده؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ اللي قال الالماني. لا يا باشا ما حصلش. لا حصل، الراجل لسه مكلمني حاجه وصوته متوتر وكان في حكايه، وعارف ان انت اصلا عملت الحكايه اللي انت كنت قاعدين عليها انا وانت، وقلت لي مش هعملها انت والراجل اللي كان معاك اللي اسمه حسن. حصل؟ ما حصلش، سيبك منه ما تردش عليه يا اسطى. ازاي يعني سيبني منه ما ردش عليه؟ الراجل مقدرني ومكلمني وده عندي كبير. وبعدين يا اسطى انت مالك؟ انت يا اسطى مش قلت بينا على الكوبري وقلت لي يلا كل واحد يروح لحاله وما عادش ليك كلام معايا؟ دلوقتي بتتكلم عشان تتهمني في سرقه عيل اصلا ملوش لازمه ولا ايه؟ ازاي يعني ما ردش عليه يعني ماليش دعوه؟ الراجل مقدرني ومكلمني ولازم ارجع له حقه، الموضوع منتهي وانا مستنيك دلوقتي في الاوضه. تمام؟ تمام ماشي. مرني يا عم على راجل تاني مثبته وعمل معاه ايه كده، نشوف ايه دنيته. استغفر الله العظيم قسما بالله يا اخي ما بيجي وراهم من وراهم غير الغم. يا المال اه عزوز، تعالى لي يابا الاوضه دلوقتي عندي. اجيبهولك انا ما تقلقش ان شاء الله خير يا حبيبي. تعال. تمام انا جاي لك اهو. تمام. سلام. عزوز عزوز. تعال يا اسطى. يا عم عزوز انا جيت لك اهو يا باشا. بس انا عشان تمام. استنى على صاحبي. على صوت السلام. لسه مكلمه دلوقتي. طب هو كان متفق معايا على حوار وغدر بيا وثبتني وفتح عليا سلاح وخد المكنه وجري. صلى على النبي. اللهم الصلاه والسلام. اول الكلام ماشي مع المتعاص. بيتعصب. حلو الكلام. دلوقتي يا صاحبي انت دلوقتي بتقول ان انت عملت معاه ايه؟ اتفقت معاه على حوار. الحوار ده عباره عن ايه؟ عن سرقه. يعني حاجه غلط وحاجه حرام. ليه جاي تلومني انا دلوقتي؟ انا بس كتقديرا من ان انت كلمتني واستنجدت بيا، فده عندي يا صاحبي ايه؟ على دماغي. عرفني اللي حصل بالتفصيل عشان اقدر افيدك. انا كده كده كلمته وقال لي هجيلك، بس انا عارف ان هو ممكن ما يجيش عشان اصلا انا ما بكلموش وعامل مشكله معاه النهارده العصريه. تمام. هو اللي حصل اللي هو كان متفق معايا على حوار امبارح وقال لي سرقه وانا اتفقت معاه بالنص وكذا وكذا وتمام والدنيا. عزوز خدنا في حته ضلمه عند الماسوره التخينه اللي هي ورا ديت على المصرف. الكلام ده كان حوالي الساعه 1 بالليل او 2. تمام. وبعد كده بقول له فين الحسنه بتاعت حسابي؟ قال لي ملكاش حاجه عندي. وبعد كده رفع سلاح عليا وبعد كده ثبتني وخد التوك توك وجري. سامع اللي انا سامعه؟ بيقول لك رفع على سلاح. يعني حتى يا اخي السرقه اللي هي اصلا حرام واللي انا مكلمه فيها رايح يغدر بالراجل اللي هو اصلا متفق معاه. شفت اوسخ من كده وعمال تقول لي مش عارف ايه ومش عارف ايه. معلش يا صاحبي حقك عليا، بس انت برضه صلي على النبي صلي على النبي. انت كده غلطان وانت عارف كده كويس ان انت اشتركت معاه في حكايه سرقه. يعني انت كده راجل حرام، ما تزعلش مني انا بقول لك الصراحه. انت كلامك على دماغك. بس انا كتقدير من انت كلمتني وجيت وحكيت لي الموضوع وقدرتك، فانا هجيب لك حقك والتوك توك بتاعك هيرجع وكل حاجه هتبقى مظبوطه. ماشي يابا؟ تمام. نورت حبيبي. اعملك ده على راسي يا باشا. حبيبي يا ابو سيدي. نورت حبيبي. السلام عليكم. فين يا حسن؟ انا على اول الشارع. طب انا عايزك يا اسطى ضروري، انا هقابلك عند الارض الواسعه. هجيلك الارض الواسعه. طب انا جاي لك اهو. ماشي. مصلحة ايه يا ابني؟ لما تيجي بس هقول لي. ماشي. ده مصلحة عنب. رن على اللي مش ما ردش ليه ولا ما جاش لحد دلوقتي؟ رن يلا. يلا بينا. مغرب. الله. دور على المصلحه يا باشا بضربك جديد. اسمه الله ما حلو. الواد حسن صح. ماله؟ الواد حسن كان قاعد معانا النهارده العصريه ولما كنت قاعد بتكلم معاهم لما كانوا بيتكلموا عن الحوار ده.
وكانوا اصلا متفقين على الحوار ده اصلا، انا قلت لهم بلاش والسكه دي اخرتها وحشه ومش عارف ايه. هما كانوا وجابوا في الاخر قالوا ما تخافش يا عم ما تقلقش مش هنعمل حاجه ومش عارف ايه. راحوا غامزين لبعض اتنين من تحت لتحت، بس بعد اخوك قطع عليهم برضه. بس انا سبتهم كده ايه قلت ماشي. اكيد الحوار فيه نكشه. هي هو ده اللي حصل اهو قدامك اهو على العين. ادينا هنشوف. شوف يا عم شوف اليوتيوب كمان مفتوحه. يا عم هو ده وقتك يا عم عزوز. الو يا عزوز انت فين؟ انا على الكوبري يا اسطى. صوت التوك توك. ايوه توك توك مع حسن يا حبيبي. في ايه؟ فين؟ بقول لك على الكوبري يا اسطى. خلاص ماشي سهل. لا مفيش حاجة ان شاء الله خير، هنقعد مع بعض بكرة ان شاء الله. خلاص يا اسطى نبقى نقعد مع بعض. ماشي ماشي سلام. ماشي يا حبيبي سلام. يلا بينا.